دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر دوت؟ عملنا كده سلطة الكولسلو، بجد طعمها حكاية. اتمنى يا رب كل الوصفات اللي بنقدمها تعجبكم يا رب العالمين. ويلا بينا كده نشوف احنا عملنا العظمة دي ازاي، بجد عاملينها طعمها اطعم من اشهر محل بنجيبها منه. يلا بينا كده نشوف طعمها القمر دي عملناها ازاي. واهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده، علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، واشتراك خفيف مش هيكلفك اي شيء. بتمنى يا رب كل اللي احنا بنقدمه يعجبكم يا رب العالمين. يلا بينا بسرعة نشوف كده عملنا العظمة دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كده مع بعض سلطة الكولسلو اللي كل أولادنا بيحبوها وبيعشقوها وبيطلبوها من بره. هنعمل كده النهاردة أكلة كده خفيفة. طبعا احنا عرفنا طالما هنعمل سلطة كولسلو يبقى هنعمل معاها أكل ايه. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. وتدعموني دايما بلايك وكومنت، علشان ده اللي هيرفع معانا الاشتراك بإذن الله، وده اللي هيرفع معانا الفيديو بإذن الله تعالى. اتمنى ان كل الوصفات تكون خفيفه على قلبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل كده سلطه الكولسلو العظمه اللي كل اولادنا بتعشقها وبتحب تطلبها من بره. هنعملها مع بعض النهارده بطريقه بسيطه جدا وما بتحتاجش حاجات كتير. بتمنى ان الوصفه تكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا كده طبعا الجزر، انا هعمل كميه كبيره شويه. فانا معايا كده الجزر ومعايا الكرنب. طبعا الكرنب دوت اللي هو الكرنب بتاع السلطه. او ممكن لو مش عندك الكرنب ده متوفر، ممكن عادي تستعملي قلب الكرنبايه. لو في قلب كرنبايه لو عندك كرنبايه اللي هي العاديه بتاعه الحشو، القلب بتاع الكرنبايه نفسها ممكن تعملي منها الكولسلو. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا مش دي كميه الجزر بس اللي انا هعملها، انا كنت بصراحه مش هصورها. فقلت لا، انا هعملها مع حبايبي عشان انا ما عملتهاش في القناه دي. فانا هعمل سلطه الكولسلو مع بعض كده في القناه هنا. انا دلوقتي قشرت الجزر كده كل كميه الجزر اللي معايا، وهبدا كده ان انا اضربها في الكبه بتاعتي، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه خطوه بخطوه. خليكم معايا للاخر عشان نشوف شكل سلطه الكولسلو بتاعنا في الاخر. وبجد طعمها اطعم من بتاعه بره بكتير. هنضرب الجزر والكرنب في الكبه ونرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص حطينا الجزر كله هنا كده في الكبه، قطعناه كده ترانشات علشان ما يكسرش معانا الكبه، لان الجزر ده من اكتر الحاجات اللي بتكون ناشفه اللي بتكسر معانا سكينه الكبه. يلا بينا بقى هنضرب ده كله في الكبه ونرجع تاني. وهنا كده يا حبايبي بعد ما فرمنا كده الجزر، طبعا احنا شايفينه خفيف خالص ازاي، مقطعينه تقطيع كده صغير في الكبه. هنكمل بقيه الكرنب ونرجع تاني مع بعض. وطبعا يا حبايبي احنا كده شايفين شكلها عامل ازاي كده، نفس كده شكلها من بره. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. ولسه بقى لما تبقى دايبه في الصوص بتاعها بجد بتكون عظمه بجد. بجد بيبقى طعمها حكايه. حابه بقى تكتريها بقى عن كده براحتك، الكميه اللي انت محتاجاها تمام جدا. فاحنا هنا دلوقتي بقى هنعمل لها الصوص بتاعها. هنحتاج معانا هنا الاول، معانا هنا نص كوبايه كده من عصير البرتقال، على معلقه صغيره كده من الخل، على معلقة صغيرة كده من عسل النحل. طبعا عشان انا عاملة كمية كبيرة فهحتاج عسل 3 معالق كده من العسل النحل. على بقى ايه، كام معلقة كده من المايونيز. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض. بجد بتبقى طعمها تحفة جدا. بجد بقى حتة العصير البرتقال دي بتديها طعم تاني خالص. حتة بقى ان انا ممكن احط عصير بصل، ما بيبقاش حلو خالص بجد، ما بتبقاش طعمها حلو ابدا. مش هتحبيها ولا هتحسي ان هي زي بتاعة كنتاكي خالص. انما التست بقى عصير البرتقال ده بيخليها تحفة جدا. اتمنى ان كل الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم وتجربوها وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا، واذا كانت طعمها زي بتاعة كنتاكي فعلا ولا لا. كلنا بنحب الكولسلو بتاعة كنتاكي، بجد دي زيها بالظبط.
هنفضل نقلب كل الكلام ده كده ونرجع تاني قبل ما نحطه كده على الخضار بتاعنا. بجد لازم نخليه يبقى جوسي خالص كده، ونرجع نوريه لكم باذن الله تعالى هيكون عامل ازاي. بتمنى ان الوصفه كلها تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش ابدا من كومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنقلب كل الكلام ده ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي بعد ما قلبناها كويس جدا هننزل على الصوص بتاعنا كده على الخضار بتاعنا كله. وطبعا هنا كده هتلاقي الخضار كده معانا اتشربها كلها، ما نقولش ان كده كتير، لا كده القوام بتاعها هيبقى كويس. بعد ما تركن شويه كده في التلاجة، نحطها كده ساعتين كده في التلاجة، هتلاقي كل الحاجات دي اتشربت كده من الصوص بتاعنا، والصوص بتاعها بقى كتير كمان معانا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم كلكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان. بجد كل الوصفات فيها هتلاقيها خفيفه وسهله وطعمها جنان باذن الله تعالى. يا ريت ما تنسونيش بكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بصوا كده القوام معانا، حاسين كده ان هو عامل زي ايه، زي العجينه كده. هو كده خلاص كده. اهم حاجه ان انا ابقى متاكده ان الخضار بتاعي كده اتشرب كله من الصوص اللي انا كنت عاملاه. هنركنها كده في التلاجة كده لمده ساعتين، وهنشوف بعد كده بعد الساعتين كده باذن الله الخضار هيكون دايب خالص كده في الصوص، والصوص تقل معانا كده في الخضار وبقى زي بتاع كنتاكي بالظبط. اهم حاجه ان احنا عشان نستطعم بيها لازم نركنها كده لمده ساعتين. هنسيبها مع بعض كده لمده ساعتين ونرجع تاني مع بعض. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى كده؟ خلصنا كده سلطة الكولسلو بتاعتنا، حاجة كده تحفة جدا. عملناها طعمها اشهر من اطعم محل بجد. بتمنى يا رب كل اللي احنا بنقدمه يعجبكم يا رب العالمين. وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وبسيطه، وبجد طعمها احلى ما بنشتريها من بره. يلا بينا بسرعه بقى كده ندخل على قناتي دايما ونعمل لايك وكومنت واشتراك علشان تشوفي كل جديد. وباذن الله هتلاقي كل حاجه فيها طعمها، وباذن الله تلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه وطعمها اطعم من اطعم محل من بره. اتمنى يا رب كل الوصفات تعجبكم. ودلوقتي اقدر اقول لكم ما تنسونيش ابدا بلايك وكومنت واشتراك علشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي اقدر اقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.